شهر رمضان المعظم. ونتمنى ان شاء الله كما تفضل السيد رئيس البلديه باش يكون هذا الصرح اللي راهم يشاركوا عليه يحافظوا عليه. ونتمنى باش الاخوه لي زونكادرور باش يتحركوا في هذه الشبيبه اللي هي مستقبل البلاد. وشكرا والسلام عليكم. الأولى أشكر جمعية تنفيذ سيدي بالعباس على هذه الدورة التي أعتبرها ناجحة بامتياز. الهدف من هذه الدورة وهو مكافحة المخدرات أوسط الشبان تاعنا. ومن هذا المنبر أشجع وأحيي جميع الجمعيات اللي راها تقوم بالدور تاعها الفعال اللي نصت عليه قوانين الجمعيات لمحاربة هذه الآفات وزرع الرياضة أوسط الشباب ساكنة سيدي بالعباس، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. السلام عليكم. احنا جمعية نادي الخطيرات للحياة جينا نساهموا مع السي الجرجي باش نحضروا هذه الدورة هذه تاع شهر رمضان، ونشكروا كاع اللي حضروا في هذه الدورة ونشجعوا الشبيبة إن شاء الله. احنا رانا كجمعية تأسيسية باش نوعيهم الشبيبة على هذه المخاطر المخدرات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعضاء المرصد الوطني للتنمية ومكافحة الفساد والحفاظ على ممتلكات الدولة. نشكر السيد رئيس البلدية سيد العباس على هذه المبادرة اللي قام بها لأجل الأطفال الصغار والسيد محمد المجاجيد الذي يقوم على هذه الدورة الرمضانية. وماذا بينا تكون هذه المبادرات على العام يكون كاينين مبادرات. وهذا الشيء جميل. هذا الملعب اللي تخدموه خدمة البلدية اللهم بارك. ونشكر جميع السلطات بهذه المناسبة الخاصة بافتتاح هذه الدورة المنظمة من طرف الجمعية. نشكر الجمعية على مثل هذه المناسبات اللي تكون المناسبة هي سباقة في تنظيم مثل هذه الدورات. لأن مثل هذه الدورات نشجعوا الجمعية على مثل هذه الدورات، وخاصة الدورة اللي خاصة بالأطفال، لأن الأطفال هم مستقبل البلاد. وحنا وجودنا هنا دليل على أننا نشجع الرياضة ونشجع في سيدي العباس وسيرتو الرياضة الخاصة بالأطفال. حنا الجمعية نشكروها شكرا جزيلا على هذا التنظيم هذه الدورة، ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق. احنا نثمن كاعضاء المجلس الشعبي البلدي نثمن هذه المبادره اللي راها تقوم بها هذه الجمعيه، وهذا هو المبدا والاساس في تفعيل نشاط الرياضه على مستوى الاحياء. وبالتوفيق والنجاح لهذه الجمعيه.